السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الكلام نسمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المدارس دخلت علينا وان شاء الله من غير مقاطعة كلها كام يوم وهتبدأ. فالاولاد طبعا بيصحوا الصبح بيبقوا مش عايزين يفطروا خالص، فممكن نعمل لهم كيكة كده لذيذة يحبوها يفطروا بيها ان شاء الله الصبح مع كوباية شاي كده صغيرة. انا هعمل كيكة فانيليا عادية خالص، بس هقول لكم هنمشي بالخطوات بتاعتنا ازاي. بسم الله. اول حاجة معايا الخلاط بتاعي فاضي خالص اهو نضيف. هسمي بالله. هنزل باول حاجه بخمس بيضات، وهنزل عليهم بكوبايه ونص من اللبن، وهنزل بمعلقه فانيليا، وهنزل عليهم بمعلقه كبيره من الخل. الخل ده عشان بيخلي الكيكه ما فيهاش ريحه زفاره خالص وبيخليها طريه. هديهم ضربه كويسه جدا في الخلاط لغايه لما المكونات كلها تبقى بيضه خالص معايا، وهرجع لكم تاني. الخليط بتاعي بعد ما طلعته من الخلاط هنزل عليه بكوبايه ونص من السكر، وخلي بالكم نفس الكوبايه اللي بتعايروا بيها السمنه السكر اللبن خلوا معياركم بكوبايه واحده، كوبايه ونص من السكر. بسم الله. هديهم ضربه كويسه جدا على الخلاط وارجع لكم تاني. ودلوقتي معايا 4 كوبايات من الدقيق، هنخلهم حلو جدا كده. بسم الله. الخطوه دي يا جماعه مهمه جدا جدا في نجاح الكيكه، بتخليها هشه وجميله جدا. بعد ما نزلت على الخليط بتاعي اللي كان في الخلاط نزلت بيه على الدقيق والبيكنج باودر، قلبتهم حلو جدا جدا مع بعض اهم. وهنزل دلوقتي معايا دي كوبايه نصها سمنه ونصها زيت، انت ليكي اختياري، يا اما تعمليها بالسمنه خالص يا اما بالزيت يا اما تعملي زيي انت براحتك، بس جربي دي جميله جدا. هقلبها حلو جدا جدا مع بعضها. بصوا القوام بتاعي بقى عامل ازاي، جميل جدا مع بعض اهو اهو. قلبته حلو جدا جدا مع بعضه. كل ما تقلبيها اكتر كل ما بتبقى تطلع معاكي في الفرن هشه وجميله. الخلاط بتاعي اهو زي ما هو، ما جيتش جنبه خالص. بصوا بسم الله. هنزل بمعلقتين من الكاكاو، معلقتين من الكاكاو، وهاخد حبه بسيطه جدا. بصوا دي بس كده من الكيكه كده، هوريها لكم هعمل فيها ايه. دلوقتي انا معايا اول قالب للكيك. انا المكونات دي هتكفيني على صينيتين، بس صينيه صغيره خالص وصينيه اكبر منها سنه. هسمي بالله. ومعايا فرشه وزيت هدهنهم حلو جدا. لازم الزيت يكون متوزع فيها كلها عشان ما تلزقش منك، وبراحتك مش هتفرق اذا كان القالب اللي معاكي دون الومنيوم جرانيت سيراميك اي حاجه مش هتفرق، بس اهم حاجه ان انت تدهني حلو جدا. اتاكدي ان اتدهنت كلها عشان ما تلزقش منك خالص. فيها كده وامشي بالفرشه. اهي اول صينيه معايا. هسمي بالله وانزل بالخليط دي. هي طبعا هتغلى فانا مش عايزه ازودها قوي. انا مولعه الفرن على درجه حراره 180 وحاطه تحت على صينيه معايا اهي برده دي جرانيت هدهنها حلو جدا كده.
هنعمل اهي الصينيه معايا. هنزل بالمكونات بتاعتي كلها بسم الله. ومعايا الكاكاو اللي انا ضربته. هسمي بالله. هنزل كده من الحرف. امشي زي ما انت عايزه، يمين شمال دوريات اي حاجه. هقول لكم هعمل ايه. هقول لكم دلوقتي هعمل ايه. اهي الصينيه معايا. هجيب اي حاجه رفيعه. هي سكينه رفيعه. بصوا هعمل كده. ودلوقتي انا مولعه الفرن، هدخلهم في الفرن ما تطلع اقول لكم هنعمل ايه. الكيكه بتاعتي اللي هي بصوص الشوكولاته، ودي التانيه اللي انا عملتها لكم اللي انتوا شفتوها معايا. ويا رب يا رب تكون عجبتكم، وان شاء الله استنى تعليقاتكم. ما تنسوش تحطوا لايك وشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.